كلام لا يقدر بثمن، سوف يجعلك تقدر الحياة أكثر. إذا أردت أن تصبح قويا، تعلم أن تستمتع بكونك وحيدا. ما دمت لم تخطئ بحق أحد، دع الجميع يتحدث كما يريد، لا تهتم. القيل والقال مستنقع فوضوي بمجرد الخروج منه مكسب لا يقدر بثمن. لا تثق بالناس كثيرا، لأن البعض سوف ينسون وجودك عندما يجدون الأفضل منك. لأنك صريح في كلامك وجاد في أفعالك، ولا تنافق يظن أصحاب الشخصية الضعيفة أنك سيء. كلام الناس مثل الصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو وتنتصر. البعد لا يقلل من المحبة. العزيز يظل عزيزا حتى وإن كان بعيد عن الأعين، وتبقى النفوس الخبيثة خبيثة ولو أعطيتهم من الود أطنانا. الأقوياء فقط من يبقوا بمفردهم، ولا تزعجهم الوحدة. صدقوني، ليس كلام فقط، إنما واقع القلوب الصادقة ربما حظها قليل. أحيانا خسارة بعض الأشخاص مكسب لصحتك النفسية. لا تصاحب إلا من يكتم سرك ويستر عيبك، وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك. فإن لم تجده فصاحب إلا نفسك. ليس من الذكاء أن تنتصر في الجدال، وإنما الذكاء ألا تدخل في الجدال أصلا. المنافقون لا يعرفون الوضوح عندما يتظاهرون بالحب، تفضحهم أفعالهم وسواد قلوبهم. لا يهدم المودة بين شخصين إلا ثلاث: كثرة الخطأ، وكثرة الكذب، وقلة الاهتمام. التربية هي أن تعرف متى تتكلم. الأخلاق هي أن تسمع لمن يتكلم. الأدب ألا تقاطع من يتكلم. الذكاء ألا تصدق كل من يتكلم. لا تلتفت يمينا أو يسارا لتبحث عن أحد يساندك. انظر للأعلى فستجد من يرعاك. المغادرة الصامتة هي الرد العظيم لكل من استهان بطيبة قلوبنا. لا تهاني المرأة إلا في بيت رجل جاهل، أما في بيوت الصالحين فالمرأة أميرة. علمتني الحياة أن أتمنى الخير للجميع دون استثناء، فسعادة الآخرين لن تأخذ من سعادتي. عندما تتحول فجأة لشخص لا يعاتب أحدا، يتجنب المناقشات التي لا جدوى منها، ينظر لراحلين عنه بهدوء، يستقبل الصدمات بصمت مريب، فأعلم أنك بلغت أقصى مراحل النضج. لا تهتم لكلام الناس كثيرا، لأن الناس يتكلمون حتى على الميت في قبره. من لم تجده في وقت شدتك، لا تصاحبه في وقت قوتك، فهو لا خير فيه. ردد معي دائما: اللهم أرحني بعد التعب، وأسعدني بعد الحزن، وكافئني بعد الصبر. اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وزد من قوتي ولا تفجعني في مستقبلي.